باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. امتى الادانه او اصدار حكم على انسان يكون حاجه سليمه؟ تعالوا نتكلم في الموضوع ده. احنا طبعا متفقين ان الادانه خطيه، ده النص الانجيلي واضح فيها قوي. ومع هذا ممكن ادانه انسان ما تكونش غلط، بس يسبقها امور كتيره قوي. نمره واحد، يسبقها تحذير وانذار. عندنا خادم بيعمل عثرة في الخدمة، بنحذره مرة وبنحذره 2، وبعد كده نصدر له حكما ونقول له ما ينفعش تعلم طول ما السلوك ده موجود، او طول ما الايمان بتاعك ملخبط. تعال نراجع نفسنا ونشوف. يبقى اول حاجة تحذير وانذار. 2، ان اللي بيدين ده يكون ليه سلطان، يعني مدير على موظف، اب على ابن، وفي حدود سلطانه، مش في حدود التشهير بيه قدام الناس. يبقى اول حاجة يكون فيه تحذير وانذار، وبعدين لازم يكون صاحب سلطان. الثالثة يسبقها حب. احنا لازم نتعامل ككنيسة مع اي انسان انه ليس خصما يحتاج عقوبة، بل مريض يحتاج مساعدة وتقويم. الحب لو اختفى بقيت انا قاسي في ادانتي، لكن انا ممكن اخد حكم بانسان معين امنعه فترة من دخول الكنيسة، بس انا قلبي قدام ربنا بيتقطع. زي بولس الرسول بيقول 3 سنين ما بطلتش انذركم، يعني كلام شديد لكن بدموع كثيرة، يعني بقلب حنين. فممكن يكون الكلام شديد والقرار شديد بس القلب حنين. كمان الإدانة دي لابد أن يكون في اعتبارها صالح المجتمع. يعني في أوقات كده زي ما بولس الرسول عمل مع خاطئ كورنثوس، قال إن إحنا ما نقدرش نسيب إنسان عايش بخطية بالشكل ده وبالفجور بالشكل ده، وإلا المجتمع الكنسي هيبقى مع الوقت يا إما بتنتقل له عدوى الفساد، أو هيعثر في الكنيسة إنها ما خدتش موقف مع إنسان مستبيح مش عاوز يتوب ورفض الحب ورفض الإنذار. ساعتها لازم يكونوا حاطين صالح المجتمع الكنسي قدام عينينا. حاجة كمان، إن قبل ما أدين حتى لو كان ليا سلطان ومعايا حق وفي قلبي حب، انزع الخشبة الأول من عينك قبل ما تبص على القذى اللي في عين أخوك. يعني نأتي بالملامة على أنفسنا ونكون متضعين جدا أمام الله، لا روح غضب مسكانة ولا روح كراهية مسكانة. ساعتها بس الإدانة ما هتكونش إدانة، هتكون إصدار حكم بحسب صلاح الله. ربنا يديني ويديكم صباح الخير.